السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده الثلاث بإذن الله بدأنا المعسكر بتاع مراجعة الكيمياء العامة، وبدأنا بالباب الرابع. طيب تعال نتكلم سريعا كده عن تفاصيل المذكرة اللي هي هتنزل لكم، وبالفعل هي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه هي نزلت على الجروب بتاع التليجرام، اللي هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف، وهتلاقي اللينك بتاع المذكرة على طول، هتتك عليه تخش على طول على المذكرة. تمام؟ عشان برضو لو انت هتنزلها تشتغل منها، عايز تشتغل منها PDF، والافضل ليك طبعا ان انت هتطبعها، هي موجوده ليك بشكل مجاني اصلا. فلو انت عايز تطبعها يبقى يكون افضل وافضل ان هي تكون موجوده في صوره ورق معاك. تمام. احنا اتفقنا جدول المعسكر بتاعنا باب رابع، باب ثالث، باب ثاني، باب اول. طيب فبسم الله الرحمن الرحيم. معسكر الكيمياء العامه. دايما تدعي الدعاء دوت قبل ما تبدا المذاكره بتاعتك، وربنا يا رب يرزقك الفهم كده، وباذن الله الدنيا تتيسر لكم باذن الله. طيب بسم الله. فهرس المحتويات بتاع الكتاب اللي عندي او المذكره يعني بتاع المعسكر. رقم واحد الباب الرابع اللي احنا قلنا هنبدا بيه من صفحه واحد لحد صفحه 54 تقريبا. الباب الثالث من 55 لحد 106 او 105. الباب الثاني من 106 لحد 156. والباب الاول من 157 لحد الاخر اللي هو تقريبا 204. تمام. صور المذكره وش وظهر، مش هتحتاج ان انت تكتب حاجات كتير ورايا، حتى الحاجات اللي انت محتاج تكتبها هتلاقيني سايب لك لها مكان زي ما هنشوف دلوقتي. تعالى كده نعدي بس على التفاصيل بتاع المذكره فيها ايه اصلا. ناخد مثال كده اللي هو الباب الرابع، نشوف ايه التفاصيل اللي هي موجوده ونشوف هنعمل فيها ايه. طيب بسم الله. الباب الرابع الكيمياء الكهربيه، خليه دانيال اهي. تمام. طيب تعالى كده بروح يا باشا بقى بسم الله. اول حاجه خطه الباب الرابع، هتلاقيني كاتب لك على طول في بدايه كل باب الخطه بتاعته. احنا قلنا كل باب هنخلصه باذن الله في 3 ايام. حلو. طيب اليوم الاول فيديو الحكايه زي ما اتفقنا، ده نزل الساعه 6 صباحا، وقت يعني ما انت بتشوف الفيديو ده فهو بالفعل نزل الصبح. طيب فيديو الافكار والتريكات هو تعديل بسيط بس. هو احنا كنا قايلين في فيديو هينزل الساعه 7 الصبح 6 الصبح، وفي فيديو هينزل الساعه 6 بالليل. هو الفيديو اللي هينزل بالليل الساعه 7 مش 6، معلش. تمام. فهو هينزل الساعه 7 مساء يعني. ففيديو الحكايه اللي هو الكبير بتاع شرح الباب هينزل الساعه 6 صباحا. فيديو الافكار والتريكات الساعه 7 مساء. هتلاقيني في كل باب كاتب لك الخطه بتاع شغل الباب. اليوم الثاني فيديوهات الحل بقى، فيديو الحل الجزء الاول، فيديو الحل الجزء الثاني، واحد الصبح والثاني بالليل، واحد 6 صباحا الثاني 7 مساء. اليوم الثالث الامتحان الشامل اللي على الباب، اللي هتلاقيه برده موجود زي ما هنقول دلوقتي في المذكره. وقلت الامتحان ده لازم تحله قبل ما تسمع اصلا الحل بتاعي. يعني انا قلت فوق في فيديوهات الحل حضرتك ممكن تخش تسمعني بس، يعني لو ما عندكش وقت تخش تسمعني بس تشوف بحل ازاي. ولكن الامتحان الشامل اللي بعد كل باب لا، انت لازم تحله الاول قبل ما تسمعني. وهو كده كده في اليوم الثالث ده بيبقى اخف يوم، لان مش هينزل اي حاجه فيه غير حل الامتحان، وهينزل الساعه 7 مساء. يعني انا سايبك طول اليوم تخلص دنيتك وتحل امتحانك وتخش تسمع الامتحان وتصحح لو في اخطاء عندك او حاجه. تمام. طيب بسم الله. ملخص اهو بقى. تعالى بقى ايه اللي موجود في المذكره. احنا اتفقنا اللي موجود في المذكره ملخص الافكار والتركات بتاع كل باب، والاسئله اللي موجوده على كل باب اللي هي مجمعه من كذا كتاب خارجي. ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، مستر في ناس اما بتسمع الفيديو بتاع الحكايه بيكونوا عايزين الملف ده PDF. فلو انتوا بالفعل يعني محتاجين الملف بتاع فيديو الحكايه اللي انا شارح منه على السبوره، لو محتاجين الملف دوت اكتبوا في الكومنتات على الفيديو بتاع الحكايه، وانا باذن الله رب العالمين هظبطه وابعته لكم على الجروب بتاع التليجرام. فخليك موجود على التليجرام عشان اي حاجه هنحتاجها هتنزل على جروب التليجرام. برضو يعني عشان نوحد المصدر فشغلنا كله هيكون على اليوتيوب. مفيش حاجه تنزل على المنصه، أنا قلت كله كامل مجاني على اليوتيوب. حتى اللينك بتاع المذكره زي ما قلت لك، الملف PDF بتاعها هتلاقيه موجود على الجروب بتاع التليجرام. تمام يا باشا. تمام باذن الله رب العالمين. فانا كاتب لك هنا ملخص الافكار والتريكات. انا مش مجرد كاتب لك كلام واحنا هنقراه مع بعض، لا، انا كاتب لك معظم الكلام ولكن هنبدا نشتغل مع بعض كاننا بنشرح. فالحاجات اللي مكانها نقط ديت او فيها رسومات بيانيه فاحنا لسه هنكملها، فدي اللي انت هتكملها ورايا، بحيث ان انت تكون قاعد برضو مش مجرد ان انت قاعد بتتابع بعينيك وخلاص اللي موجود، لا، انت قاعد تشوف انا بشرح في ايه وانت بتكتب ورايا الحاجات اللي ناقصه. فانا عشان رقم واحد ما تعبكش في الكتابه، فانا سيب لك حاجات معينه اللي هنكتبها. رقم اتنين، فانت برضو قاعد منتبه معايا عشان تشوف ايه اللي بكتبه، ما تقعدش تعيد وتزيد في الفيديو كتير. تمام. باذن الله الطريقه دي يعني هتفيدك جدا. ده الافكار والتريكات اهو بتاع الباب الرابع كله على بعضه طبعا. اقلب 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 اقلب
اقلب، 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 يلا ها. تمام. في الجزء بتاع مثلا مسائل قوانين فاراداي، احنا مجمعين القوانين والافكار بتاعه القوانين كلها مع بعض، وفي نفس الوقت هنبدا نقول تطبيق على جميع الافكار الخاصه بفاراداي برضو ونحلها مع بعضنا. تمام يا باشا، تمام. ده كله خاص بالافكار والتريكات بتاع الايه، بتاع الباب. بعد كده بعد ما نخلص نبدا نسمي الله ونبدا الحل اللي موجود على الباب الرابع من اول السؤال رقم 1 اهوت. انزل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. 88 ها. تمام، تمام، تمام ها. أيوه، تمام. لحد هنا كده، لحد السؤال رقم 147، فاحنا كده لحد يعني صفحة 44، فكده هنكون بننهي الأسئلة اللي هي موجودة على الباب الرابع، اللي هي هتنزل على فيديوهين زي ما احنا قلنا في اليوم الثاني. طيب هنا بقى في الحتة ديت بعد لما ده بيخلص ده بيبدأ اللي هو الامتحان الشامل. فمن بداية رقم 1 بقى ده الامتحان الشامل اللي عندك على الباب الرابع اللي هتلاقيه موجود معاك في المذكرة. ده انت لازم تحله، لازم تحله قبل ما تسمع اصلا الفيديو بتاعه. تمام. ده الامتحان الشامل اهوت، امتحان الشامل لحد نهايته اهوت. بسم الله. تمام. عايز بس اقول حاجه: 43 44 45 46 47 48 49. هو الامتحان اخر السنه ما بقاش 49 سؤال، بس انا استخسرت اسيب الحته اللي فاضله دي فاضيه يعني، فزودنا سؤالين مش هيحصل حاجه، ماشي. فلازم الامتحان ده يتحل قبل ما تسمعه في اليوم الثالث طبعا. نخلص باذن الله رب العالمين دنيتنا في الباب الرابع، نشوف الباب الثالث اللي هو الالتزام بنفس الطريقه بالظبط. تمام. فالله يوفقكم وييسر اموركم ويسدد خطاكم. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل زمايلك والكل يستفاد باذن الله. وما تنساش تنضم لجروب التليجرام عشان اي ملفات بي دي اف او اي حاجه محتاجينها اكتبوا لي بس في الكومنتات وانا هتلاقيني ببعتها لكم هناك على طول. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.